إلياس المالكي علاش جبد سمية تسلا في هالطرا؟ مول الشي رجع من العزلة عمرني نموت كي تسلا. ماشي هذه هي اول مره كيجبد هاد السميه ديال تسلا، وجبدها حتى في هذيك لا رياكسيون اللي كان دار على داك الفيديو اللي كنت درت عليه من الفلسفه العبثيه ديال البرت كاميو. انا عزيز عليا تسلا، انا كلهم كاع الفلاسفه تسلا غادي تتبدل. انا تسلا اللي عزيز عليا. واسمع معايا هذه ثاني. نيكولا تسلا كان عالم ومخترع عبقري من اصل صربي، وكان تيحلم بعالم فيه الطاقه الكهربائيه رخيصه ومتاحه لكل شيء، وهذا الشيء هو اللي خلاه محبوب عند الناس لانه كان شغوف بالعلم وخدمته للبشريه. وبالرغم من الظروف الصعيبه اللي واجهته في حياته، الاختراعات ديالو هي واحد السبب رئيسي في التقدم ديال التكنولوجيا في القرن العشرين، بحال الطاقه اللاسلكيه والفكره ديال كل شيء لاسلكي، بحال الفكره ديال البلوتوث مثلا اللي كانت مبنيه على بعض المبادئ العلميه اللي خدم عليها تسلا. تسلا عاش حياه صعيبه وكان تيواجه مشاكل ماديه طول حياته، وواخا كان عبقري ما قدرش يجمع شي ثروه وكان دائما تعاني من الفقر. واش المالكي زعما باغي يموت بحاله؟ في اخر الفيديو غنشوفوا كيفاش مات. المالكي ضرب تسلا المثل غالبا لانه كيحس راسو انه مترابط معاه بشي حوايج، واخا يموت ولا يغبر كيبقى محبوب، بحال الفكر ديال تسلا اللي باقي الناس الى يومنا هذا كيحترموه وكيقدروه بالرغم من ان وفاته مر عليها اكثر من 70 عام. تسلا كان كيحلم بتقنيات غريبه وجديده في وقته بحال الطاقه اللاسلكيه، واليوم كلشي ولا لاسلكي، يعني الفكر ديالو كان سابق وقته. والمالكي ايضا قدر يقدم تقنيات واساليب جديده في المجال ديال الستريمينغ والسوشيال ميديا بصفه عامه. يعجبك ولا ما يعجبكش شوف فين وصل. العالميه غتكونوا لاحظتوا المالكي كشخصيه عزيزه ليه العزله، وحتى من التصاور اللي كيحط في لي ستوري ديما كيبان ديما جالس في القناه في بيته ولا في الاوتيل ولا شي بلاصه اخرى، ولكن ديما في القناه. وهذيك راه هي الطريقه اللي مات بها نيكولا تسلا فاش لقاوه ميت في شومبر في الاوتيل بسكته قلبيه من بعد ما داز على وفاته يومين، حيت ما كان عنده اللي يزورو حيت كان عازل نفسه. زعما الياس المالكي يقدر يكون باغي يعيش ويموت بنفس الطريقه اللي مات بها تسلا؟ طاقيه لينا يجاوبنا، ونشوفكم في الفيديو الجاي.